السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. حقيقي بتعجب من بعض الناس اللي طالعه وتقول لك العربيه الكهرباء ما ينفعش تكون العربيه الاساسيه في البيت. انت محتاج جنب العربيه الكهرباء يكون في عندك عربيه بنزين وسكوتر، ويكون جنبك برضو في بيتش باجي عشان برضو مشاوير القصيره، وعلشان خاطر برضو معلش لو الولاد هيتفسحوا يبقى عندك جيت سكي عشان الليك اللي في الكومباوند. يا جماعه انتوا بتكلموا مين؟ انا عايز افهم بس. انت لما حضرتك بتطلع بتقول ان العربيه الكهرباء ما تنفعش العربيه الاساسيه في البيت، او لازم يكون عندك عربيتين، عربيه بنزين وكهرباء، انت حضرتك بتخاطب انهي فئه في المجتمع؟ انت بتخاطب كام في الميه من المجتمع المصري؟ هو مصر قلبت سويسرا؟ انا مش فاهم بصراحه. يا جماعه خاطبوا السواد الاعظم من الناس. السواد الاعظم من الناس اصلا ما عندهمش عربيات اساسا. خلينا نتكلم كده منطقيا، عشان انا بستغرب من شويه البلوجرز الحلوين الجمال اللي طالعين ما شاء الله عليهم هايلين. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا بتكلموا مين انتوا بتكلموا بلد بره مصر؟ الفيديوهات دي موجهه لناس بره مصر ولا موجهه لجوه مصر؟ والله انا بتعجب فعلا. في ناس طالعه هي تنفع العربيه الاساسيه ولا ما تنفعش؟ لا لا والله بصراحه انا لازم يكون عندي 3 عربيات، اصل انا بزهق بسرعه. انت مين حضرتك؟ انت بتمثل قد ايه من الشعب؟ الناس دي يا جماعه ناس غريبه. انا الناس دي مش عايشه معانا، مش عايشه في المجتمع. معلش بصراحه ولا بتكلمكم بجد، والله والله فعلا. خلينا انقل لكم تجربه واقعيه. انا راجل راكب عربيه كهرباء وهي عربيتي الوحيده من 2018. انا بكلمكم بجد. الناس تطلع تقول لك لا والله اصل العربيه الكهرباء ما تنفعش للظروف المفاجاه. هو ماشي اوكي، ايه الظروف المفاجاه بقى بتاعت حضرتك؟ والله اصل الظروف المفاجاه ان انا مثلا ممكن يطلع لي سفريه مفاجاه لمسافه كبيره. ماشي حضرتك، اقل عربيه كهرباء موجوده في السوق 300 كيلو، هيطلع على حضرتك ظرف مفاجئ اكتر من 300 كيلو. طيب يا سيدي يطلع لك ظرف مفاجئ اكتر من 300 كيلو، الظرف ده بيطلع كل قد ايه؟ كل يوم؟ مثلا انا طب ما انا مش فاهم برضه. حضرتك الظرف المفاجئ ده بيطلع يوميا؟ لا اصل انا بسافر الغردقه مره في السنه. هل حضرتك هتعطل نفسك عن مواكبه التكنولوجيا والعالم والاقتصاديه والراحه النفسيه في ركوب العربيات الكهرباء والتسارع والقوه وبعدك عن وجع القلب بتاع الصيانات والمشاكل والاعطال والاعتماديه؟ كل ده هترميه عشان خاطر السفريه بتاعت السنه؟ انا بحس الناس بيدوا لنفسهم اعذار. والله بتكلم جد. انا عايز اقول لحضرتك اصل لا الظروف الطارئه لما تيجي ماشي يا فندم، ما هي بتيجي كل قد ايه؟ اقسم بالله العلي العظيم انا مراتي كانت بتولد ورايحين المستشفى وافتشحت. انا بقول لكم انا شخصيا، ايه رايكم بقى؟ مراتي كانت بتولد والله العظيم، نزل عليها ميه الولاده واحنا في العربيه واحنا في البيت. نزلنا ركبنا العربيه ورحنا محطه شحن دي سي، وقفنا ربع ساعه وعادي، وانا وهي بنضحك وبنهزر مع بعض، وكملنا على المستشفى على فكره والله العظيم، ورحنا ولدنا. انا حصل معايا انا كده شخصيا. ايه بقى الظروف اللي عند حضرتك اللي هتخليك تقول لا ده انا عايز عربيه بنزين مخصوص؟ ايه هتولدوا كل يوم؟ مش فاهم. يعني انا بقول لحضرتك مراتي انا شخصيا كانت بتولد. هو انا ما اقدرش اجيب عربيه بنزين جنب عربيه كهرباء؟ عادي خالص، انا جايب يا باشا عربيتين. بس انا انا مستمتع بدي، مش حابب اصلا عربيات غير الكهرباء. فلما اتكلموا يا جماعه عن دراسه، عن واقع، عن تجربه فعليه حقيقيه. اصلا انا قعدت معايا العربيه الكهرباء شهر، فمعلش ما ايه شهر دي؟ انا بكلم حضرتك راكب عربيه كهرباء بقالي 7 سنين ولا 8 سنين. ايه المواقف الطارئه اللي ممكن تظهر لحضرتك علشان تخليك ما تركبش كهرباء؟ في ناس بتأجل القرار عشان خاطر السفرية بتاعت الغردقة او شرم، وفي ناس بتقول لك اصل انا الموقف طارئ. يا جماعة هو كام واحد يقدر يجيب عربية بنزين وكهرباء؟ يا جماعة يا ريت الناس اللي بتتكلم بس في مجال العربيات بشكل عام بقى، والبلوجرز اللي طالعين دول ينزلوا كده بالمستوى شوية ويكلموا الناس الطبيعيين، الناس العاديين اللي عنده عربية. اللي عنده عربية النهاردة الرينج بتاع العربيات اقل عربيه كهرباء موجوده 400 كيلو، 300 كيلو حتى مفيش مشكله. هل دي مش هتكفي حضرتك في المشاوير اليوميه؟ المعدل اليومي العالمي لمشي الناس بالعربيات هو 64 كيلو. لا ده احنا في مصر بنمشي كتير شويه، اصل احنا بنزهق. 100 كيلو، 150 كيلو، 200 كيلو يا عم. اقل عربيه كهرباء موجوده النهارده في السوق هتمشي حضرتك ال 200 كيلو مرتاح. عندك ظرف طارئ لو معاك عربيه 300 كيلو هتكفيك. هو محطات الشحن يا جماعه، احنا ركبنا العربيات وما كانش فيه محطات في البلد، وكنت ماشي بعربيه 150 كيلو. ده بجد مش هزار.
والله العظيم. وعشت التجربه دي سنين وكنت مستمتع استمتاع. انا العربيه دي اصلا وحشاني دلوقتي والله العظيم. يعني لما بنزل اركب عربيتي الجديده، لا انا دي وحشاني يعني مفتقدها. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ من فضلكم انزلوا واتكلموا على ارض الواقع. كلامي للبلوجرز وللناس اللي بتسمع، فعلا مفروض نعيش الواقع شويه. ارجوكم ما تخوفوش الناس من العربيات. ما انتوا لا سوري معلش، يعني انت لسه سامع عن عربيات الكهرباء اول امبارح وطالع النهارده تهبد. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني انا والله بتعجب من الناس دي، ربنا يهدي. ويا جماعه العربيات الكهرباء ممتعه وجميله ورائعه، واستمتعوا. وكل اللي بيروح للعربيات الكهرباء بيقول انا فاتني كتير واتاخرت قوي. والله ما اعرف حد راح العربيات الكهرباء وندم الا واحد. بصراحه يعني مش هتكلم بصراحه. واحد بيتحرك كتير جدا وكان معايا النهارده على التليفون على فكره وسلمت عليه النهارده. واحد راح للعربيات الكهرباء كان راكب تسلا موديل واي تحديدا يعني، وراح عشان التسلا برضه فيها مشاكل في موضوع تحقيق الرينج على الارض. دي حقيقه، ده واقع في التسلا ما احنا عارفينه يعني. وفي قضايا اصلا اترفعت من الاونرز في امريكا على تسلا علشان خاطر ان العربيات بتقول يعني او بيعلنوا عن مدى فيك شويه. ده يمكن معروف شويه في تسلا بشكل عام. طيب الراجل حصل فيه ايه؟ قال لك لا ده انا الرينج بتاعي مش احسن حاجه، وانا بروح الساحل وبرجع يعني على طول بسرعه، يمكن مرتين في الاسبوع او حاجه. هو شغله بيحتم عليه كده، بيتحرك مسافات كبيره جدا، فبالتالي كان تعبان في الموضوع ده. ده ماشي. ودلوقتي بيدور على عربيه ريف. يعني هو جاب عربيه بنزين ودلوقتي بيدور على عربيه ريف. هو ده ليه ظروف معينه. لكن حضرتك ما تجيش بتمشي انت كل يوم 50 كيلو ولا 100 كيلو ولا زي ما قلنا وتقول لي لا ده انا والله مش حابب العربيات الكهرباء. اصل لو فاجئت العربيه هتفاجئها بايه؟ ب 300 كيلو مثلا؟ مش يا جماعه دي سفريه، ده سفر معلش. يعني انت لو راكب عربيه بنزين وهتطلع 300 كيلو دلوقتي هتجيب اكل وشرب ولبس وهتقعد تستنى شويه وترتب امورك وتجيب. يعني انت في العربيه البنزين حتى مش هتتحرك فجاه كده، يعني فاهم قصدي؟ فيعني يا ريت الناس فعلا تشوف التجارب الواقعيه وتشوف الناس اللي ركبت عربيات كهرباء. يعني مثلا انا في واحد من البلوجرز عمل الكلمتين دول، كل اللي تحت ملاك عربيات كهرباء شطفوه والله. طب ما تفول عربيتك، طب انت معلش ده سوء استخدام منك اصلا. ده مش عارف هو انت اصلا جربت العربيه الكهرباء دي اصلا كام يوم؟ هو اصلا ده مش تجربه يعني، شطفوه تحت. يعني الملاك اللي هم فعلا عشان التجربه. انت بس عشان حضرتك قدام الكاميرا فممكن طالع ليك متابعين وبتاع، فانت طالع تفرقع تعمل ترند. فما تعملش ترند على ان انت تأذي ناس. يعني ناس كان ممكن تروح للكهرباء وتستفيد وتستمتع وتوفر، عشان كلمتين حضرتك طلعت قلتهم فانت اثرت على رأي الناس للأسف بالسلب. مش بقول ان العربيات البنزين او الكهرباء مناسبة لكل حاجة، كل حاجة فيها مزايا وعيوب، ولكن لو ظروف حياتك تسمح لك ان انت تركب عربية كهرباء ما تستناش. اوعى تستنى ثانية واحدة. خالص تحياتي واشوفكم على خير. السلام عليكم.